وفاة زياد رحباني ابن الفنانة الكبيرة فيروز. وافت المنية الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني اليوم السبت عن عمر 69 سنة، ليودع العالم فنان شامل ومبدع ترك بصمة كبيرة في المشهد الفني اللبناني والعربي. ولد زياد الرحباني في عائلة فنية عريقة، ابن السيدة فيروز والفنان الراحل عاصر رحباني. ورث الموهبة الفنية من والديه، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة. تميز بأسلوبه الفريد في الموسيقى والغناء، وقد ساهم في تطوير الموسيقى اللبنانية والعربية، وأيضا بنمطه الساخر على الصعيد الشخصي والتأليفي. من أبرز أعمال زياد الرحباني مسرحياته الشهيرة نزل السرور وشيء فاشل وفيلم أمريكي طويل وبالنسبة لبكرة شو، التي تتميز بأسلوبها الساخر والنقدي. كما ألف الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية، وغنى العديد من الأغاني الفردية التي تعبر عن رؤيته الفنية والشخصية. كان زياد الرحباني معروف بجراءته في طرح الأفكار والمفاهيم الجديدة. أعماله تتميز بالعمق الفني والفكري، حيث يطرح قضايا مهمة ويعبر عن مشاعر وأفكار معقدة. تزوج زياد الرحباني من دلال كرم، ولكن هذا الزواج كان مقدر له بالفشل، الأمر الذي اعترف زياد بأن له اليد الكبرى فيه. واكتشف الزوجان أن علاقتهما الزوجية ليست ناجحة، فقامت السيدة دلال كرم بالكتابة عن حياتها مع زياد. كما قام الرحباني بتأليف عدة أغاني تصف هذه العلاقة، مثل مربى دلال بصراحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زياد كان يقطن في غرب بيروت الغربية، ودلال كرم تقطن في شرق بيروت الشرقية. وبعد انفصاله عاش زياد مع الممثلة اللبنانية كارمن ليبس بعلاقة دامت 15 عاما. انتهت تلك العلاقة عندما اكتشفت كارمن أن زياد غير قادر على تحقيق الاستقرار التي كانت ترغب بالحصول عليه. زياد الرحباني مولود في 1 يناير 1956، من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية. خسارة زياد الرحباني لا تعني فقط غياب فنان، بل غياب حالة فكرية وفنية فريدة أسرت المشهد الفن اللبناني والعربي لعقود. في السنوات الأخيرة كان زياد يعاني من تدهور صحي أثر على نشاطه الفني، إلى أنه ظل رمزا للإبداع والتميز، محتفظا بمكانته كأحد أعمدة الفن اللبناني. ووسط الحزن العميق تفاعل فنانون وشخصيات ثقافية مع نبأ وفاة زياد الرحباني، مؤكدين أن إرثه الفني سيبقى خالد في الذاكرة، وأن تأثيره الفني سيتجاوز الأجيال. وتستعد العائلة والوسط الفني لإقامة مراسم وداع تليق بمكانة زياد الرحباني، في حين يتوافد محبوه من لبنان والعالم العربي لتقديم واجب العزاء. عام 1973 قدم زياد أول لحن لوالدته فيروز حينما كان والده عاصي في المستشفى، وكان ذلك لأغنية سألوني الناس الشهيرة والتي لاقت نجاح كبير. وحينها كان الرحباني يبلغ من العمر 17 عاما فقط. أول ظهور لزياد على المسرح كان في مسرحية المحطة، حيث لعب دور الشرطي، فيما ظهر أيضا في مسرحية ميس الريم وأدى دور الشرطي أيضا. قام الرحباني بكتابة أول مسرحيات سهرايا، ثم كتب مسرحيات أخرى مثل فيلم أمريكي طويل وشيء فاشل، بالنسبة لبكرة شو وغيرها. لاقت الأغاني نجاح كبير، ودهش الجمهور لرصانة الموسيقى من ابن 17 في ذلك الوقت، وقدرته على إخراج لحن يضاهي ألحان والده، ولو أنه قريب من المدرسة الرحبانية في التأليف والموسيقى. وبعدها توالت المسرحيات، ولكن بأسلوب مختلف جدا عن الأسلوب السابق. الرحباني اتخذ مسرحيات ذات الشكل السياسي الواقعي جدا الذي يمس حياة الشعب اليومية، بعد أن كانت مسرحيات الأخوين رحباني تغوص في المثالية وتبتعد قدر الإمكان عن الواقع، ويعيش فيها المشاهد خيالا آخر.
وعالم آخر هذا لم يقبله زياد لجمهوره، وخاصة أن الحرب الأهلية كانت قد بدأت. المسرح السياسي الكوميدي في سوريا ولبنان، كتب أكسم اليوسف: في ظل هذه الظروف فرض زياد نفسه على الساحة الفنية ككاتب مسرحي ومخرج وملحن وعازف بيانو وممثل، وفي وقت قصير سيصبح مسرحه الأصيل محط اهتمام الشباب الذين وجدوا فيه صوت جيل ضائع عالق في مرمى الحرب والعنف. ورغم الشهرة الكبيرة التي حظي بها العبقري زياد الرحباني، لكنه من وجهة نظره لم يأخذ حقه فنيا ولا إعلاميا، فحتى اليوم لم يحلل أحد أعماله الغنائية والموسيقية بشكل أكاديمي صحيح، ولم تشاهد الأجيال الحالية ولا السابقة لها أعماله المسرحية التي قدمها طوال حقبة السبعينيات، وقدم من خلالها روائع غنائية وموسيقية وما زالت تتردد حتى اليوم، والتي كان يجب أن تعاد مجددا بنجوم جدد تحت إشراف زياد الرحباني حتى يتم تصويرها بشكل يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة التي حدثت في الصورة والتوزيع الموسيقي. فزياد الرحباني تم حصره في المقابلات التلفزيونية في الحديث عن السياسة وعن الأحزاب، وكلام بعيد تماما عن الفن، ونسي من يحاوره أن يحاور زياد الرحباني الذي نطق غناء في طفولته. زياد الرحباني العبقري الذي احترف التلحين في سن 17 وقدم لوالدته جارة القمر فيروز واحدة من أشهر ألحانها حتى اليوم، وهو سألوني الناس عنك يا حبيبي. اخترق المألوف الذي اطمأن إليه الناس وناموا في ظلاله الوراقة. هذا الاختراق الذي فعله زياد الرحباني كان عملية شجاعة تحتاج إلى قلب من حديد وخيال يتجاوز المستحيل. أطلق زياد الرحباني عقال جنونه الفني وأعلن ثورته الغنائية، وقطع حبل ما استقرت عليه الموسيقى العربية، وصار إبداعه حر من قيود إيقاعات التانجو التي كانت تسير عليها، أو أحمال آمان يلالي التي عاشت في أسرها. قدم زياد الرحباني مشروع غنائه بشكل رائع، وتحصن من أمراض بلده بالسخرية في الغناء، سخر من كل الكذب اللبناني، وفهم أنه لا اختلاف جوهريا بين فئات الشعب التي تناحرت وتتناحر. انتبه زياد الرحباني إلى أن المشكلة ليست في الزعماء فقط، المشكلة في الشعب أيضا. لهذا انتقد كل الطرفين في أعماله، وقدم فنا يحمل تجربته الخاصة وثقافته. وعلم زياد الرحباني أن الوجدان الشرقي العربي سخن ملتهب بطبيعته، فقدم له موسيقى حراقة موجعة لكنها عذبة شجية ثورية تسر الوجدان وتوقظه من سباته العميق. أكمل زياد الرحباني ما بدأه الشيخ سيد درويش والشيخ إمام الذي نشأت على يديهما الأغنية المحرضة المستنهضة للهمم القائمة بالتوعية وبث الروح الوطنية في الأفئدة، وحث النفوس على التأمل والنظر في الأمور بعمق وكسر هيبة الاحتلال وتحجيمه. هكذا فعل زياد الرحباني، حيث فتح في بعض أغنياته المخيلة الشعبية اللبنانية والعربية في آفاق المستقبل الرحيب وتقوية المشاعر وبث روح المقاومة في الوجدان الشعبي العام. زياد الرحباني الذي أحب وتأثر بقوة بكلا من الشيخ سيد درويش والشيخ زكريا أحمد والشيخ إمام، انحاز للغلابة ولكل المعذبين في الأرض ودندن معهم، فجاءت أعماله مليئة بالصدق والحياة والحيوية. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.